سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو درته على كيفاش تاخدي قرار، اي قرار في حياتك كيفاش غتاخديه، مهارة اتخاذ اي قرار. مثلا خديت الباك، شنو ندير من وراه؟ جا واحد السيد يتزوج بيا، واش نوافق عليه ولا لا؟ واش ندير العرس ولا العرس غير تضيع الفلوس في بلاصه ما نديرو، ونمشي نسافر نفرش الدار؟ بزاف ديال الاسئله كيدوروا لك في راسك ومحتاجه تاخدي فيهم قرار. في هذا الفيديو غتعرفي كيفاش تبعيه حتى الاخر. وباش تاخدي قرار في حياتك، هذه مهاره خاصك تفهمي فيها وتعلميها ضروري، حيت الا ما خديتيش قرار في حياتك الناس غادي يختاروه، الناس غادي ياخدوه في بلاصتك، واللي ما تختارش في حياتها الناس غادي يختاروا ليها. والناس كل واحد كيقلب على مصلحته، يعني داك القرار اللي غادي ياخدوه هما في بلاصتك غتكون مصلحتهم فيه. داكشي باش خصك نتيا تولي تعرفي وتفهمي وتعلمي تاخدي اي قرار بوحدك في حياتك، حيت هذيك حياتك ماشي حياتهم، انت اللي خصك تعرفي شنو ديري فيها ماشي هما. يعني تاكدي باللي الناس غادي ماشي غير غادي يقرروا في بلاصتك، غادي يشوفوا مصلحتهم قبل مصلحتك. اي قرار غادي يقلبوا على مصلحتهم هما الاولين، وماشي غير هاد الشيء، غادي يسيروا حياتك كما بغاو هما، غادي يدخلوا لك في حياتك في اي حاجه، غتولي اي حاجه غديريها في حياتك هما اللي غادي يسيروها لك. بحال واحد البنت كتعاود ليا، هي كانت يعجبها دوك المواد ديال الاداب، كان عندها مع العربيه والفرنسي بزاف، خصوصا مع العربيه والتربيه الاسلاميه. المهم كانت يعجبها هادشي، كان عندها الميول ديالها للاداب. وكانت واحد صاحبتها قريبه ليها بزاف، ما كانوش كيتفارقوا. المهم من بعد صاحبتها دارت سيونس، وهي تقول ليها اجي حسنتي ديري علوم بحالي باش نبقاو انا وياك بجوج، نبقاو في قسم واحد، نقراو في ليسي واحد ونكملوا بجوج. صافي صاحبتها قررت عليها، مشات هي دارت سيونس، وخا هي ما عندها لا مع مات لا مع فيزيك لا مع حتى حاجه من المواد ديال العلوم. صافي صاحبتها كملات نجحات، خدات الباك، كملات حياتها، توظفات. الاخرى بقات في نفس القسم، بقات في داك السنكيام كتعاود فيه، عاوتاني كتعاود فيه حتى صافي حتى جراو عليها، حيت هي اصلا ما عندهاش مع دوك المواد، كاع ما كتفهمش فيهم. الماط حتى معادله الا عطيتيها ليها ما كتعرفش تخرجها، حيت هي كان الميول ديالها للادب. والمشكل صاحبتها قلبت عليها، ولكن الا جينا نشوفو تستاهل، حيت هي خلات صاحبتها تقرر عليها فتبعت ديك الطريق اللي ما فلحتش فيها. وعاود ثاني نزيدك مثال واحد اخر. واحد السيده كانت خدامه مزيان، كانت زوينه، المهم كانت داخله سوق راسها، كانوا كيجيوها خطاب بزاف. كانت امها كترفض اي واحد كيجي، كتقول لها هذا ما مناسبش ليك، عاوتاني تيجي الثاني هذا ما مناسبش ليك، الثالث هذا ما مناسبش ليك. اي واحد جا كتلقى ليهم السبب اللي كتقنعها باش ترفضوا باللي ما مناسبش ليها. حتى وصلت السيده ل 42 عام. صافي منين وصلت 42 العام الفرص بداو تيقلالهم. عاده باش عرفات بلا امها كانت تتقرر عليها، حيت كانت هي اللي هازه الدار وهازه خوتها، هي اللي كانت خدامه، خوتها راه كبروا وتزوجوا كل واحد دار، وهي بقات. امها توفات وهي بقات بوحدها. علاش؟ حيت خلات الاخرين يقرروا عليها والاخرين يشوفوا مصلحتهم قبل مصلحتها. هادشي علاش كنقول لك انت خصك تعلمي تاخدي قراراتك في حياتك بوحدك، ولا ما كنتيش كتعرفي خصك تعلمي هاد المهاره وتعلمي كيفاش تاخدي القرار الصحيح في حياتك. الا ما عرفتيش تقري في حياتك ودايره فيها دور الضحيه، فهادشي اللي غادي يوقع لك بكل بساطه، حيت اي انسان في هاد الحياه كيقلب على مصلحته بطريقه مباشره ولا غير مباشره. السؤال دابا هو كيفاش غادي تقرري وكيفاش غتعرفي القرار ديالك اللي خديتي واش هو الصح. شنو كيعني ناخذ قرار؟ يعني هي تختاري حل ما بين جوج، ولا اختيار ما بين جوج ولا اكثر. مثلا نقرا ولا ما نقراش، نخدم ولا ما نخدمش، نكمل ولا ما نكملش، نبيع ولا ما نبيعش،
نشري ولا ما نشريش، نتزوج ولا ما نتزوجش. المهم بحال هكا كاينين بزاف الحوايج كيجيو في حياتنا، خصنا نختاروا ما بين هذه وهذه، ولا تيكونوا حتى 4 الاختيارات، المهم كتختاري وحده فيهم. وباش تاخدي قرار هي غتقلبي على الحاجه اللي فيها مصلحتك ومرتاحه فيها، والحاجه اللي باغا انتي. تشاوري مع الناس وشوفي الاراء ديالهم وشنو غادي يقولوا لك، ولكن في الاخير غادي ديري داكشي اللي فيه مصلحتك انتي. وباش تاخدي هاد القرار غادي نعطيك 7 نقاط اساسيين تبعيهم باش في الاخر غتعرفي القرار ديالك واش صحيح ولا لا. اول حاجه، قبل ما تاخدي اي قرار جمعي معلومات وفكري فيه مزيان. وبغيت نقول لك واحد الحاجه، يعني انا هاد الهضره ماشي جبتها من راسي، لا راه كاينين ابحاث ودراسات وتجارب اللي اتفقوا على هذا الشيء. المهم باش نكونوا متفقين من الاول، ما علينا نرجعوا قلنا خصك تجمعي معلومات وتفكري مزيان في القرار. اي قرار كتشوفيه كبير وغادي ياثر لك على حياتك، حاولي تشوفيه كاع من الجوانب وتجمعي عليه معلومات باش تشوفيه بشكل اوسع واكبر، وتشوفيه مزيان باش تعرفي شنو ديري، سواء كان خدمه، قرايه، سفر، بيع، شراء، زواج، طلاق، اي حاجه. مثلا كنتي مسافره، قبل ما كتسافري مسافره لواحد البلاد ولا مدينه، المهم ما علينا، قبل ما تسافري خصك تشوفي البلاصه فين غتجلسي، يعني يا دار يا اوتيل، المهم خصك تختاري البلاصه. مثلا غتشوفي اوتيل، كتقلبي معلومات على داك الاوتيل اللي غتريزيرفي، يعني ما كتجيش وكتريزيرفي، كتقلبي على معلومات، كتجمعي معلومات عليه، كتشوفي شحال من اطوال فيه، شحال الثمن، شحال داير، واش البلاصه فين جا كي دايره. كتدخلي البوكين منين غتريزيرفي، كتقراي لي كومونتير الناس اللي شنو كاتبين عليه. المهم كتجمعي عليه معلومات، كتشوفي واش فيه فطور ولا فيه غير بياسه. المهم كتجمعي عليه المعلومات كاملين قبل ما كتمشيو للبلاد اللي غتسافري ليها. كتجمعي حتى هي عليها معلومات، كي دايرين الاثمنه فيها، واش فيها الكريساج ولا فيها الامان، كي دايره السياحه فيها. يعني كتجمعي معلومات على البلاصه اللي انت غاديه ليها، ما كتجيش وتمشي بحال هكاك. اي قرار غادي تاخديه في حياتك خاصك تجمعي معلومات بزاف على الموضوع اللي انت كتفكري فيه واللي انت باغا تقري فيه، عاد باش تشوفي شنو غادي ديري. ثاني حاجه، فكري في السلبيات والايجابيات ديال القرار اللي غتاخدي. اي قرار غتاخديه واي اختيار غتختاريه كيكونوا عنده ايجابيات وكيكونوا عنده سلبيات، كيف ما بغى يكون. راه ما يمكنش يكونوا عنده غير ايجابيات، ما كايناش شي حاجه فيها غير الايجابيات، اي حاجه فيها الايجابيات وكاينين السلبيات ديالها. داكشي باش جلسي وما يمشيش عقلك غير الايجابيات، فكري حتى في السلبيات وفي الصعوبات اللي غتواجهي الا اتخذتي هذا القرار. المهم باش تحطي قدام الصوره وتعرفي شنو غادي ديري. مثلا وحده لقات خدمه وفرحانه، قالت اوف واخيرا غادي يوليو عندي الفلوس وغادي نشري اللي بغيت وغادي ندير وغادي نفعل. هذه شنو دارت؟ فكرات غير في الايجابيات، ما فكراتش في السلبيات ديال هذه الخدمه. مثلا الا جات تفكر غادي تلقى بلا هذه الخدمه غتخدم اكثر من السوايع ديالها القانونيه، ما غاديش يبقى عندها الوقت اللي تجلس فيه مع عائلتها، اللي تخرج مع صحاباتها، اللي ما غاديش تبقى عندها الحريه ديالها اللي تسافر. شنو مثلا بعيدة عليها الخدمة، يعني وخصها ترونسبور باش تبقى تمشي وتجي، و هاد الخدمة ما غاديش تاكل فيها، يعني خصها تخرج وتشري ماكلة وترجع. يعني الا جات تفكر غتلقى بلا النص ديال داك السالير اللي هي فرحانه به غادي يمشي ما بين الترونسبور وما بين الماكله وما بين شحال من حاجه، زائد الوقت اللي ما غاديش يبقى حيت غتخدم سوايع بزاف. المهم غتفكر في السلبيات وتقدر تعرف الخدمه اللي مناسبه ليها اكثر وشحال من حاجه. المهم غادي تحط قدام الصوره واش هي قد هاد الصعوبات ديال هاد الخدمه ولا لا. مثلا وحده جالسه قنطانه قالت شنو ندير، نجيب شي مشيش ولا كليب نربيه. مثلا بغيت نجيب شي مشيشه نربيها في الدار اللي تسليني وتونسني ونلعب معاها وهذا. اشنو دارت؟ هي فكرت في الايجابيات ولكن في السلبيات ما فكراتش بلا هاد
ماشي غير كنجيبوه نربيوه ومنين نقنعو منه ونملو نلوحوه. لا الا ربيتيه خصك تخليه معاك حياتك كامله، ماشي تخليه واحد المده الا كنتي مسافره ولا وتلوحيه وتعذبيه. يعني خصك تكوني قد المسؤوليه. وبالله هذا المش حتى هو عنده مصاريف، يعني عنده الدواء ديالو، خصو الدواء اللي كيديرو على حساب الصغب باش ما ينزلش، خصو يدير الفاكسان ديالو، خصو منين يمرض يمشي عند الفيترينير، خصو شحال من حاجه. يعني خصك واحد المسؤوليه اللي كبيره اللي تعطي لهاد الحيوان اللي غتربي معاك. هكا منين غتفكري غتشوفي راسك واش نتيا قد المسؤوليه وقد الصعوبات ديال داك الحيوان ولا لا. مثلا وحده عندها وليد، يعني عنده ديك نديرو مثلا ديك العامين بحال هكاك، كاع الناس كيقولوا لها خصك تخاويه، خصك تولدي ليه خوه ولا اختو. هي الا تصنطات للناس وولدات داك الوليد غادي تعذب راسها وغادي تكرفس على داك الوليد اللي غادي تولد. ولكن الا جات تفكر بطريقه ايجابيه وتفكر في السلبيات ديال الموضوع، غتفكر واش انا قادره باش نزيد ولد اخر، واش صحتي النفسيه والجسديه قادره باش نولد واحد اخر، واش راجلها كيهز معاه المسؤوليه ديال الولاد، واش الحاله الماديه ديالهم قادره تعاونهم باش يزيدوا وليد اخر. غتفكر في بزاف د الحوايج، وهنايا اللي غادي تجيها الصوره واضحه واش غتزيد داك الولد ولا لا. كشي باش اي قرار بحال هكا، اي قرار كيف ما بغى يكون نوعه غتاخديه شوفي الجوانب السلبيه ديالو والجوانب الايجابيه ديالو، وهكا غتعرفي واش نتيا قد دوك الصعوبات ولا لا، وغتعرفي واش داك القرار اللي غتاخديه هو الصحيح ليك ولا لا. ثالث حاجه، اي قرار بغيتي تاخديه خدي وقتك وفكري مزيان. راك ما مضطراش تفكري ديك الساعه وتعطي الجواب ديك الساعه دابا عطينا الجواب، لا، جلسي مع راسك وفكري على خاطرك وفكري مزيان وعرفي شنو باغا ديري. مثلا واحد طلب شي حد طلب منك شي طلب اللي غادي ياخذ وقتك، جاوبيه قولي ليه واخا نفكر ونرد عليك. ما تجاوبيش ديك الساعه بالقبول ولا الرفض تقولي ليه ولا لا. لا، فكري بشويه عليك، حيت اي قرار كتاخديه بالزربه، اي جواب كتعطيه بالزربه بلا ما تفكري كتحمسي وكتنزلي فيه بزاف. داكشي باش فكري على خاطرك وجاوبيه قولي ليه انا نفكر ونرد عليك، وجلسي مع راسك وديك الساعه فكري وغديري اللي يريحك وغير بشويه عليك، ما تزربيش. رابع حاجه، فكري هاد القرار اللي غتاخدي فين غادي يوصلك على المدى البعيد. اي قرار غتاخديه في حياتك اللي كبير ومحتاره شنو غديري فيه، سولي راسك هاد السؤال، قولي الا خديت هاد القرار واش غادي ندم من هنا 5 سنين حيت درتو، ولا غادي ندم حيت ما درتوش. هاد السؤال غادي يخدم واحد البلاصه في المخ ديالك في عقلك اللي غادي يخليك تشوفي واش هاد القرار هو القرار الصحيح وهو اللي مزيان ليك ولا لا. في اي حاجه، مثلا واش نكمل قرايتي ولا نحبس، واش نخدم ولا نتزوج، واش نشري طوموبيل ولا فلوس دوك الطوموبيل نزيدهم وناخذ برطمان، واش ندير هاد المشروع ولا نتسنى مازال عليه شويه نكمل في خدمتي نزيد نجمع شويه الفلوس، واش نبيع هاد الارض ولا نتسنى من هنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين تقدر تزاد، ما عرفتي. المهم فكري واش غتندمي من هنا 5 سنين، ولا الا ما خديتيهش واش غتندمي حيت ما خديتيهش. خامس حاجه، بغيتي تقري شي حاجه في حياتك قلبي على بدائل، راه ما كاينش غير كحل وبيض. بزاف ديال الحوايج كاين لون كري، حيت كاينين شي ناس كيشوفوا في اي موقف الا كاينين غير جوج اختيارات، غير جوج حلول خصنا نختاروا من بيناتهم. الا راه تبتات واحد الدراسه بلا المواقف اللي كيوقعوا لينا في الحياه كاينين 20 حل، كاين فيهم 20 اختيار. تخيلي 20 اختيار عندك تختاري من بيناتهم شنو هو اللي مناسب ليك. وباش تجبدي هاد 20 اختيار خصك تدخلي لراسك باللي راه عندك 20 حل قادره تختاري من بيناتهم. يعني منين غتدخليها لمخك ولا عقلك غتقدري تجبديهم.
وواحد النقطة غنقولها مهمة، هي باش تلقاي حل للمشكل ولا تلقاي حل داك القرار اللي مبرصتك، خصك تبعدي عليه، تعطيه واحد المساحة باش يبان ليك مزيان ويبان ليك واضح وتقدري تقري فيه. يعني خصك تبعدي على المحيط ديالك، بعدي على العائله اللي كل واحد كيقول لك شنو ديري، واحد تيقول لك ها اللي مناسب ليك، واحد تيقول لك ها اللي شنو خصك ديري، واحد تيقول لك ها الطريق اللي خصك تتبعي، كيشوشوا العقل ديالك ما كتعرفيش شنو تاخدي. بعدي على الخدمه، خدي كونجي من الخدمه، سافري سيري جلسي فشي بلاصه راسك وريحي مخك. شحال من واحد تيقول لك انا الا بغيت نلقى حل لمشكلتي ولا بغيت ناخذ واحد القرار كنبعد، خصني نسافر ونجلس مع راسي. حيت هاد النقطه مهمه باش تجلسي مع راسك وترتاحي وتريحي مخك وتريحي عقلك. بحال هكا منين كترجعي للمشكل ولا القرار كيبان لك بواحد الصوره اللي واضحه، كيبان لك مزيان، وهكا بسهوله كتعرفي شنو خصك ديري فيه وشنو خصك تختاري. سابع حاجه، تشاوري مع شي حد اللي كتثقي فيه وفي التفكير ديالو وفي الرأي ديالو. شي مرات دوك الاستشارات كيكونوا مفيدين لدوك القرار اللي غتاخدي. مثلا غتاخدي واحد القرار اللي جاك صعيب وما عرفتيش شنو ديري فيه وكتفكري شنو ديري، صافي وحلتي، ما فيها بس تشاوري مع شي حد اللي فاهم في الموضوع وعارف فيه. ولا الا كانوا كاع الامكانيات تشوفي اختصاصي. ملي كتشوفي شي حد اللي فاهم فهاد الشيء اللي انتي كتفكري فيه، يعني تيقدر يبين لك شي حوايج اللي انتي اصلا ما كنتيش شايفاهم، كيوريك كيوريك السلبيات والايجابيات ديال هذا القرار، كينبهك لشي حوايج اللي انتي اصلا ما كنتيش كتفكري فيهم. ولكن ماشي تمشي تشاوري مع اي واحد ما فاهمش وما عارفش في الموضوع وغير كيهضر وتمشي تشاوري معاه. لا، شوفي شي حد اللي عنده تجربه ولا فاهم هادشي اللي انت كتفكري فيه، هكا غتاخدي قرار صحيح اللي قريب للصواب. حيت شفتي انت هاد القرار، شفتي كاع من الجوانب، درستيه كاع من الجوانب ديالو، هكا غتقدري تاخدي القرار الصحيح ليك واللي فيه مصلحتك. وبقى واحد الحاجه هي الاحساس اللي كيجيك. شي مره كتحسي براسك كنتي غادي تخطي واحد الخطوه، كتحسي براسك مرتاحه وفرحانه بها، فرحانه بهادشي اللي غادي ديري، كتحسي براسك مرتاحه، كتقولي الله قلبي شحال فرحان من هادشي اللي غادي ندير. وشي مرات كتحسي بقلبك مقبوض وما عارفاش شنو، المهم قلبك مقبوض وما فرحاناش، حاسه بشي حاجه ما هياش. هي هاد الاحساس اللي كيجيك راه يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط، تيكون متجاهليش، حيت 80% يقدر يكون صحيح و20% يقدر يكون غلط. وباش تعرفيه واش صحيح ولا غلط، هي جمعي معلومات عليه، سولي الناس اللي عارفين، شوفي كاع من الجوانب، سولي السؤال اللي قلت لك في الاول، واش هاد القرار الا خديته من هنا 5 سنين واش غادي ندم حيت درتو، ولا ما خديتوش واش غادي ندم حيت ما درتوش. هكا غتشوفي مزيان. حيت ما نعتمدوش على الاحساس في كل حاجه، حيت هذاك الاحساس كيتبدل على حسب الهرمونات. يعني شي حد كتبغيه اليوم غدا تقدري تكرهيه، الحاجه اللي ما حاملاش اليوم غدا ما عجبكش غدا تقدر تزيان في عينيك. يعني حنايا هرموناتنا كيتقلبوا وحتى الاحاسيس ديالنا كيتقلبوا. داكشي باش ما تعتمديش غير على الاحساس ديالك باش تاكدي منه واش صحيح ولا غلط. هي كما قلت، جمعي المعلومات عليه، شوفي كاع من الجوانب، شوفي على المدى البعيد شنو ديري، يعني لوحي عينيك من هنا واحد 5 سنين شنو يقدر يوقع. وكيفاش تطوري مهارة اتخاذ القرارات بشوية كل نهار، بساطة وسهلة مهلة. هي كل نهار خدي واحد القرار اللي صغير. مثلا الله هضرني هاد الكتف، مثلا اليوم غادي نقرر باش نولي نعس بكري، باش نولي ناكل ماكله صحيه، باش نتهلا في شعري وفي بشرتي، باش ننظم وقتي. المهم كل نهار خدي واحد القرار اللي صغير وطبقي فيه كاع هاد النقط اللي قلنا، كاع هاد الهضره اللي قلنا طبقيها. شوفي السلبيات والايجابيات ديالو، شوفي على المدى البعيد
شنو كيفاش غتولي، كيفاش غادي هاد القرار غادي يزيد في حياتك. المهم بقاي غاديه بحال هكا، مع الوقت غتلقاي راسك باللي وليتي جريئه في القرارات ديالك، يعني وليتي كتاخدي واحد القرار بذكاء وبسهوله دغيا، كتعرفي هاد القرار واش مناسب ليك ولا لا. حيت اللي يتعلم يعوم في واحد لابيسين صغير راه غادي يولي يجيه ساهل يعوم في لابيسين كبير، يولي يعوم في البحر، في المحيط. حيت صافي تعلم السباحه، يعني ماشي بالضروره فين تعلم، واش في لابيسين صغير ولا في الواد ولا في البحر، ولا المهم تعلم يعني ولا قادر يعوم في اي بلاصه. المهاره هي النيت، والاساسيات هما النيت. غير هو اخر حاجه غادي نقول لك، خصك ديري في راسك باللي داك القرار اللي غتاخدي هو اللي غادي يتحكم في المستقبل ديالك، هو اللي يقدر يبدل لك حياتك في الدنيا وفي الاخره. حتى في الاخره، حيت ملي كتاخدي مثلا واحد القرار اللي هو ديني، مثلا ديري الخير ولا تتبعي الصلاه ولا تبقاي تقولي اذكار ولا شحال من حاجه، هذا غادي ينفعك في الاخره. يعني داك القرار اللي غتاخديه غادي يبدل حياتك للاحسن، اللي غادي يبدل حياتك للاكفس. داكشي باش تعلمي تاخدي قرار صحيح، وشوفيه على المدى البعيد، يعني سرحي عينيك البعيد وشوفي شنو غادي يوقع، وفكري فيه مزيان، ما تبقايش غير تجي وتاخديه وما تسمعيش للناس. وياك الحاجه اللي كتخرج عليك هي ملي كتخلي الناس يقروا في بلاصتك. قرري انت في بلاصتك باش تعلمي تاخدي القرارات ديالك، ما تبقايش ساكته وتخلي الناس يديروا هما شنو باغيين في حياتك. شوفي انت مصلحتك فين كاينه. واحد الحاجه انا وليت كنديرها، حيت انا من داك النوع كنت ما كناخدش انا قرارات، كنت ما كنعرفش ناخد القرارات. ولكن مع الوقت وليت شنو كندير، كنفكر، كنقول واش هاد القرار اللي غادي ناخد غادي ندم حيت درتو، ولا الا ما درتوش غادي ندم حيت ما درتوش. ملي كنفكر هكا كتبان لي الصوره مزيان وكنعرف شنو ندير. المهم بقيت تسولي هاد السؤال في اي حاجه، سولي هاد السؤال غادي ينفعك بزاف. صافي هنايا غادي نسالي الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه وخديتوا منه شي معلومه اللي تقدر تنفعكم. وما تنساوش ما تنساوش من ما تنساوش وما تنساوش كنعاودها، الا شفتي هذا الفيديو وما دايرش اشتراك دير ابوني باش يبقى يوصلك كاع الجديد. ولا بانت لك بلا كنفيدك ولو شويه، دير شنو هادي، دير جيم. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه، وتهلاو ليا في ريوسكم، ونشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. وباي باي.